بتعاني من خطايا كتير وسمعة سياسية بتخلي؟ حابب تكون حمامة سلام بعد ما كنت مجرم حرب؟ حلمك تمسح الماضي الأسود وتخلي حزبك نظيف وعم يلمع؟ غسالة ياسر أبو ريالة هي الحل. غسيل، تلميع، تنشيف، تسحيج، تطبيل، تزمير. بتحط الحصار والتهجير والتدمير وجميع الخطايا والانتهاكات بغسالة أبو ريالة، وعلى وضع طريق القدس بتشغل. هذا الوضع بيعمل على مسح تاريخك الأسود وإذابة جميع الخطايا السابقة بالإضافة لتعطيل الذاكرة السياسية. باستخدام خاصية الصراع مع إسرائيل بتدخل حزبالة وزعيمه نصيرة والحوثي والحشد وإيران وبشار الأسد وكل هالشكلات حتى تقوم الغسالة أوتوماتيكيا بتحويل الانتهاكات لتضحية والحصار لتدمير والتهجير لاستقرار والتدمير لتعمير. بعد الانتهاء من الغسيل بيتم تنشيف وشطف الخطايا باستخدام زاوية نظر ياسر الفعالة على المصايب القديمة والجديدة، سواء كانت خطايا 2006 أو فظائع سوريا، والنتائج مبهرة. مقاوم نظيف، تاريخ ناصع، آخرة وجنة مضمونة. غسالة أبو ريالة متعددة الاستخدامات، مناسبة لأي شخصية أو جماعة تحتاج إلى تطهير سمعتها. بوضع الغسالة على وضع القدس المقاومة، أنظمة التنظيف المبتكرة، وبمجرد الضغط على زر المصالحة التاريخية تتحول الانتهاكات الكبرى إلى أخطاء تكتيكية صغيرة وبسيطة. مع غسالة أبو ريالة باي باي للعدالة. غسالة الخطايا أنقذتني من الحيرة الأخلاقية. كلما شعرت أنني تورطت في تناقض ألجأ إلى دورة المبادئ الربحية وأخرج برأس مرفوع وبيان يدعو إلى مزيد من التضحيات. غسالة أبو ريالة خدمتنا بشكل استثنائي الحقيقة، جعلتنا نظهر كالأبطال رغم أننا خسرنا كل شيء. شكرا ياسر أبو ريالة لهذه التكنولوجيا المتقدمة. إذا كنت عم بتخطط لارتكاب أي فعل يناقض قيمك فلا تقلق، غسالة الخطايا متاحة الآن لكل من يريد محو الماضي وتقديمه كخطوة على طريق المقاومة. فقط تأكد أنه تضيف خيارات مثل القدس، العدو الأول، وزاوية النظر لتحقيق نتائج مذهلة. لمزيد من المعلومات التحليلية عن المنتج تجدونها عند المحلل السياسي الأستاذ فايز الدويري. لطلب المنتج يمكنكم التواصل مع الوكيل المعتمد والمذيع المخضرم الأستاذ جمال ريان. وبناء على ذلك أنا كسوري صار لازم علي أغفر لإسرائيل كل شيء عملته بالفلسطينيين. ليش؟ لأنه بكل بساطة عم تضرب عدوي الإيراني بسوريا، وبهي الطريقة بقدر آخذ نصيحة ياسر أبو هلالة اللي غفر لحزبالة كل شيء عملوه بالشعب السوري بس لأنهم ضد إسرائيل. سهلة. تخيلوا أنه هذا الشخص نفسه كان يحكي ويحذر من خطر تدخل إيران وحزبالة بسوريا، وكان عم يطالب الدول العربية بالاتحاد ضدهم. بس شو اللي خلاه يغير مواقفه بشكل جذري؟ ما حدا بيعرف. يمكن الزلمة قرر يصير مقاوم بعد ما شاف انه الوقوف مع الثورات ما بيطعم خبز، فشو بده بالسوريين وخيامهم وتهجيرهم ومصايبهم. او يمكن الزلمة حس انه نجمه انطفى شوي بعد ما طردته الجزيرة من الإدارة وراح يدور على كوكب تاني يلمع فيه. وبما انه اعلامنا العربي بمجد المقاومين وبيطنش الثورات، بهيك بيكون اختار ابو هلال الطرف الرابح، الطرف الصح، وبصير شوي شوي نجم لامع وبطل قومي يعارض العدو الأول ويلقي علينا الخطابات والبوستات والتغريدات المقاومة، والعالم بتصفق له ياسر ياسر هي. يمكن أو يمكن تلقى إغراءات مخرج صحفي مطرود مثله يرفضها، ويمكن تلقى دعوة لطهران ويقعد مع المرشد وكبار الشخصيات وعدو بشوية خواتم ومسابح فتغيرت مواقفه بين ليلة وضحاها. يمكن. وبالنهاية إذا فكرنا شوي رح نلاحظ أنه كتير من الإعلاميين والسياسيين والفنانين ولقوا حتى رؤساء دول، مين قال أردوغان؟ هذا بيعرف، غيروا مواقفهم بناء على مصالح شخصية ولو على حساب المبادئ والأدب والأخلاق. في عالم المصالح ما في مبادئ وقيم وأدب وأخلاق. ومن يتأمل تصريحات الإعلاميين والسياسيين وبعض الرؤساء يلاحظ بكل سهولة كيف يمكن لمواقفهم أن تتغير تماما بناء على هي المصالح. فلا إنسانية ولا تضحيات ولا سوريين ولا لبنانيين ولا عراقيين ولا يمنيين ولا شعوب بأكملها بتساوي عند هدول انقطاع راتب مثلا أو حتى خصم 5%. وهذا بالضبط
ما صار مع صاحبنا أبو هلالي. الزلمة وبكل بساطة ووضوح محسوب على الجزيرة للعظم للموت، وكان بفترة من الفترات مدير إلها، وهلأ صحيح طردوه بس لسه متعاون معاهم. ولهيك كيف بتتوجه الجزيرة؟ بيتوجه ياسر، بتكون مع الثورة بصير مع الثورة، بتكون ضد إيران بصير ضد إيران، أسود أسود أبيض أبيض، وين بيقول له اربطه بيربطه للحمار. المهم الراتب شغال والحساب عم يتعبى. رجعوا لبداية 2011 وشوفوا الجزيرة كيف كانت تقسم الشاشة ل10 أقسام، وبتعرض المظاهرات السورية بكل قرية وبكل مدينة. ووقتها كان ياسر أبو هلالي واحد من الناس اللي حذروا من تدخل إيران وحزبالة بسوريا. بس هلق الجزيرة صارت مع إيران، فياسر صار يشوف الحزب ومقاتليه من الأولياء الصالحين. وبهالمناسبة بدي أنصح أبو هلالي يتواصل مع صديقه غسان بن جدو اللي ترك الجزيرة بال2011 احتجاجاً على سياستها المعارضة لإيران وحزبالة ومشروعها في المنطقة. بعتقد أنه الأسباب قد أزيلت تماماً، مو هيك؟ بعد ما صارت سياسة الجزيرة اليوم أكثر انفتاح على إيران وحزبالة، وهي سياسة تناسب المقاوم بن جدو مع الجزيرة المقاومة، وبصير ابن هلالة وابن جدو وابن ريان بيشتغلوا بنفس غرفة التحرير وبيطلوا علينا ببرنامج جديد بعنوان غسيل الأدمغة في غسالة المقاومة، وبيقدموا لنا دروس عملية لكيفية التكيف مع كل تحول سياسي بحسب مقتضيات المرحلة. وبهيك بتتحول الجزيرة لخلية نحل، غسان يخطط، ياسر يغسل، وجمال يلمع. أما المبادئ والقيم والضمير والأدب والأخلاق فهي شغلات ثانوية وما بتطعمي خبز وبتركب سيارات وبتسكن فنادق، مو هيك؟